معاك وفي اجانب ما بتحبش كابتن عبد القادر في احسن حالاته الراجل قعده. ايوه نفس اللي عمله مع الشحات. ولما بقى يديله ظهره ويكسب، يديله ظهره ويكسب. لما الراجل بقى ما انا زهقت كابتن هلعب امتى؟ ولما بيلعبه ما بيصبرش عليه. ما ده الثقه اللي هي مفقوده بين الاثنين. بس انما تقول لي اللعيب، لكن هو لعيب كويس انت لو المدرب بيكلمك كويس وما بيلعبكش اقسم بالله تبقى نفسيا مرتاح. هترتاح. هي المعامله الدواخل برضه. انا ما اعرفش راجل، انا ما اعرفش يا كابتن الدواخل مع الراجل بيتكلم مع اللعيبه ازاي. لا انا بتكلم عامه حتى لو الراجل ضدي، على الاجانب حتى لو الراجل ضدي انا مش هقول لك. في مدربين كانوا بيجوا يقولوا لي انت مالكش مكان عندي. في نادي الزمالك والنادي الاهلي ومنتخب مصر. لا منتخب مصر ده لوحده قصه لوحده. والله العظيم يا كابتن في نادي الزمالك والنادي كنت بفرض عليهم نفسي تلعب باللعب والتمرين وبتاع ينزلني. ده في مدرب قال لي مش مالكش لعب عندي تاني، ما تسالنيش على لعب. اتزنق نزلت كنت مين جاهز. مش مهم. لا صوبر. لا ده بالعكس، ده صوبر كان بيحبني جدا. امال مين؟ وهولمان كان بيحبني جدا. في النادي الاهلي اول الاصطدام يا كابتن كان مع هارس. كان واخد بطوله افريقيا وقال لي انت مالكش مكان عندي. طبعا هو من حقه. ليه؟ لان كسبان بطوله افريقيا ومش عايز يظلم حد من اللعيبه اللي جابت له البطوله. وده كان كلام مقنع وكلام يخليني اشد، مع اني لسه جاي بقى زي امام عاشور كده. انما ايه اخبار امام عاشور؟ ماله؟ احلى حاجه فيه ايه المشكله كابتن اما لعيب ما يبقاش موفق في ماتش؟ لا اصل انتوا عاملين ابو تريكه. لا مين انت بتتكلم في؟ مين انت بتكلمني انا ليه يا كابتن؟ صحيح. لا والله العظيم والله العظيم انت بتتكلم على جماهير الاهلي. طب ما هو لعيب كويس قوي جدا. بس ليه جماهير الزمالك زعلانه ليه؟ لا اسمع بس، مش هو ايمن حفني، مش هو شيكابالا، مش هو زيزو اللي يصنع لك الفارق. افهم لسه صغير مفيش حاجه. لا 37 ده بص انت عايز لسه صغير يا كابتن يا فاروق. لسه ده قبل ما ياخد خبرات ده حاجه ثانيه. فاروق انت عايز امام عاشور ده يبقى لعيب كويس قوي. يبدا يلعب برجوله زي ما كان بيلعب في الزمالك ومنتخب مصر. هو ده. انما هتعيشه في دور لعيب كوره مش بتاعته. هتلعبه ان هو الواد الموهوب الحريف اللي يصنع للفرق مش بتاعته. هي احلى حاجه فيه ان هو كان بيلعب بروح ورجليه قويه. انما تستنى منه ثرو باص ده يبقى كده بيعمل حاجه. قصدك مش ده دوره في الملعب قصدك؟ لا ما تعيش في الدور ده، العب بامكانيات. انت بتوجه له هو ولا للمدرب؟ له هو. انا ماليش دعوه بالمدرب. المدرب مش طايقه خلي بالك. انما انا بجيب معلومات منين مش عارف والله يا كابتن. يا جدع انا مش قلت لكم لو خسر الراجل هيلعبه اول هيبقى هو كابتن الفرقه. انا سمعتك واخد بالك يا كابتن. ولو كسب اقسم بالله ما كنت ده توقع لا مش توقع يابا. يعني يابا اسمع الكلام بقى. ماشي اوكي. اقول لك مين الجاسوس؟ لا مش عايز اعرف الجاسوس. طيب تسمحوا لي ناخد تقييمات باشا مصر. عايزين نسألك سؤال، بس نسأل اي حد يعني لاصحاب العقول بجد والله. سؤال يعني هيجنني من الماتش اللي فات، ماتش فاركو. هو مصطفى شوبير راح فين؟ شوبير فين هو؟ ايه الشناوي دي نزل زي الباراشوت كده. هو مصطفى شوبير مش كان متألق؟ مش مركز حراس المرمى ده يا جدعان هو المركز اللي ما ينفعش يلعب فيه كتير يعني. طالما الراجل اللي موجود خلاص متألق، خلاص يفضل مكمل ويفضل موجود عشان هو متألق. هو موجود عشان هو متألق وثابت وجوده. خلاص يا باشا ده يفضل موجود. ايه بقى الباراشوت اللي نزل ده؟ مش بقول ان الشناوي قليل لا سمح الله، لا حارس كبير حارس عظيم شالنا كتير، ولكن ده كان وقت شوبير صح؟ مش ده وقت شوبير ولا ايه يا جدعان؟ الشناوي ليه ركب كده مكانه؟ والله سؤال هيجنني مش عارف اجابته. مش عارف. طب في المنتخب ماشي انما في الاهلي بقى ايه؟ في ايه؟ ليه شوبير يتركن الركنه دي يعني؟ مش عارف بصراحه.